السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد اللاطه في الفران بالدجاج والبطاطا بواحد التتبيله خطيره. خليكم معايا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا هنايا انا راني كنت بديت كندير التوابل ولقيت راسي ما صورت والو. كما كيبان لكم الكمون، غتقولوا الكمون ما عرفت كي غادي يجي، ولكن والله العظيم الا جات التتبيله الا رائعه. هنايا غادي نعبر بديك معلقه ديال السيرو، عندي نص معلقه الكمون، نص معلقه ديال الخرقوم، معلقه عامره ديال التحميره، معلقه عامره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وعندي السودانيه حاره بطبيعه الحال غادي ندير واحد نص معلقه ما عامراش، وعندي معلقه ديال الثومه بودره، وعندي اكليل الجبل اليزير. هانتوما كما كتشوفوا غادي نعكو شويه بيديا غير شويه باش نهرسو واحد شويه. هانتوما بطبيعه الحال راه منقي ودايره في واحد القريعه باش يبقى بالجهد ديالو كيبقى طري. وغادي ندير معلقه كبيره ديال القزبور اليابس، وغادي نجيب الزعتر حتى هو معلقه كبيره بطبيعه الحال راه منقي حتى هو. غادي نمعكو مزيان ما بين يديا غير واحد شويه باش يتطحن ما يبقاوش الوريقات ديالو كبار. وغادي نجيب معلقه كبيره ديال لاموطارد، صراحه كتجي هاد التتبيله كنقولها ونعاودها جات رائعه. وغادي نجيب صوص سلجه اللي عنده الخفيفه، اللي عنده داك الثقيله شويه ماشي مشكل. انا عندي شي شويه ثقيله هادي درت معلقه ما عمرش بزاف. ما بغيتش نكتر ملحه في الاول على حساب صوص سلجه ولا موطر كيكونوا شويه مالحين. هانتوما هنايا هاد التتبيله هادي غادي نخلطوها بالزيت، يعني ما نديروها بدون ماء. الصراحه كتجي رائعه. زيت العود، اللي عنده زيت العود يدير زيت العود، اللي ما عندوش يدير زيت المائده. لكم الاختيار وكل واحد كيدير داكشي اللي عنده. كون عارفين الله يكون في العوان دابا مع الزيت غير ما زايده وطالعه وغاليه، الله يكون في العون كل واحد. ماشي مشكل الا ما كان زيت العود. هنايا كما كتشوفوا زعما الصراحه هاد التتبيله راها شاكره راسها براسها، راه ما نقول لكمش جات غزاله. راني كندوق في الملحه ولكن راه جات هي هذيك. هنايا على حساب هنايا جبت اللاطه ديال الفران. نتوما كل واحد شنو اللي عنده. كاينه اللاطه اللي كتصيبوا فيها الحلوى، كاينه بحال هذا المول الدجاج. يعني الا ما كانش عندكم المول الدجاج لكم الاختيار ديروها في اي حاجه، المهم غير الحاجه اللي كتدخل في الفران. انا اختاريت هذا المول الطويل لان بينا كتارين 6 ديال الاشخاص، بغيت نكتر مع الوليدات راكم عارفين كيموتوا على بطاطا، ولكن صراحه جات رائعه. هنايا انا درت تقريبا كيلو ديال البطاطا. نتوما على حسب كاين اللي غيدير 2 بطاطات 3، كما قلت لكم على حسب شحال من الناس اللي غياكلوا داك الطبق. هنايا غادي نكمل كما قلت لكم على بطاطا اللي بغى يقطعها طرونشات بحال هكا كيديروها شي شويه غليظه واحد شويه غير باش ما الا درتوها رقيقه على حساب الدجاج كان داكشي باش انا قطعتها شي شويه غليظه باش تجي طيابها بحال الدجاج. هنايا ان شاء الله فاش غادي نسالي التقطاع ديال البطاطا. عفوا قبل ما ننسى البطاطا اللي بغى يقطعها على هذا الشكل يقطعها، بغى يقطعها طرونشات طوالين يقطعها. نتوما لكم الاختيار، مهم التتبيله هي اللي مهمه في هاد الوصفه هذه صراحه. والدجاج اللي بغى يدير دجاجه كامله، اللي بغى يدير غير طريفات، اللي بغى يدير جنيوحات، اللي بغى يدير الصدر، اللي بغى، المهم اللي كان عندكم ديروه. هنايا كما كتشوفوا ساليت التقطاع ديال البطاطا، غادي ندير واحد المعلقه ديال التتبيله. صراحه والله العظيم الا كتشهي بلا ما تخلطيها مع شي حاجه. هنايا ضروري غادي نستعمل يديا باش غادي نخلط، باش نحاول نلبس ديك البطاطا كامله بالشرموله. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، صراحه راه جات رائعه. كما كتشوفوا هنايا غادي نجيب الدجاج ان شاء الله وغادي حتى هو نشرملو مزيان بهاد الشرموله. صراحه غزالجه ما نقول لكمش. هنايا ضربتو شي شويه بالموس فلحتو شي شويه باش تدخل ليا شرموله وغيدخلوا الطياب دغيا.
صراحة ما نقولكمش، راه ماشي تقولوا حيت عاد شرملتو دابا راه ما غيدخلش فيه. شتي الحاجة ديال الفران، شحال ديري الفران سبحان الله راه تيدخل القوى من الداخل. هانتوما كيما كتشوفوا كنحاول ندخل شرمولة في دوك الفتيحات اللي درت، هاد الدجاج تعمدت باش نخلي ليه الجلدة. الصراحة الجلدة كتعطيه واحد المذاق زوين، وكتطلق داك ليدام ديالها كيجي زوين. صراحة هاد الوصفة بالضبط ما تحيدوليش الجلدة للدجاج. هانتوما هنايا درت جوج فخيدات وجوج جنيوحات، ودرت طرف ديال الصدر، ودرت واحد الدهير ما شاء الله الله يجعل البركة. تبارك الله كلينا فيه حتى شطورانا، ولكن راه جات رائعة والله. العيا ما نشكر فيها، ولكن شتيها جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. والله العظيم كندير هاد لاطاط الفران بعدة طرق، ولكن هاد الطريقة هادي بهاد التتبيلة هادي ما نقول لكم جات خطيرة. غير جربوها ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا غادي نسالي التتبيلة ديال الدجاج، وكما شفتوا فرشت البطاطا من الفوق من التحت عفوا، وغنستف الدجاج من الفوق، وغادي نجيب بابي كويسون ورق الزبدة غادي نغطيه من الفوق، وغادي نلف عليه الالومنيوم باش يطيب ليا، لان مجروبه عليه دايره في الغدا ومعطله شي شويه. داكشي باش غادي اللي عنده الوقت يخليه بلا غطا. وغادي يجي انا في الفران ديال الضوء جهدت الماكسيموم 250، جا سويعه جا غزال. هانتوما كما كتشوفوا درتو في الفران كما قلت لكم 250 ساعة، جا تبارك الله جا زبدة. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راه دازت ساعة، شوفوا تبارك الله. جا غزال. دابا غادي نحيد ليه داك ورق الزبدة، وغادي نخليه يتحمر. طفيت عليه من التحت وغادي شعلت عليه غير من الفوق باش ياخذ اللوين اللي بغيت. واللي عنده الفران ديال الغاز يمهل عليه، لان الفران ديال البوطه ديال الغاز ماشي بحال ديال الضوء، لان الضوء فيه الفرفره كيدور الحراره كتوزع على الجميع. ما نقول لكمش راه جا زوين. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وما تنسونيش بشي تعليقات يكونوا زوينين، وجيمو بارطاج واشتراك ان شاء الله. ونقول لكم شكرا، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.